تخيل إن كل كلمة سلبية بتقولها على حد عقلك بيسجلها على إنها صفة فيك أنت. ده مش مجرد إحساس، ده علم وأثبتته الدراسات. في علم الأعصاب في بحث اتعمل في جامعة دارمس كوليدج، اكتشفوا ظاهرة اسمها نقد الصفات التلقائي spontaneous trait transference، ويا رب أكون بقولها صح. وهي ببساطة إن عقلك ما بيعرفش يفرق إذا كنت بتوصف حد تاني ولا بتوصف نفسك. يعني كل مرة بتقول أو بتوصف حد إنه أناني أو كذاب أو فاشل، عقلك بيسجل الصفات دي على إنها جزء من هويتك. يعني كل نقد سلبي بتقوله عن حد، أنت مش بس بتأذي الشخص اللي بتتكلم عنه، لأ، أنت كمان بتبرمج عقلك إن الصفة دي بتاعتك. والنتيجة مع الوقت هويتك وشخصيتك بتتشكل من الكلمات والصفات اللي بتطلع منك عن الآخرين. وده بيفسر ويوضح ليه الناس اللي بيلوموا وينتقدوا بيكونوا أكتر ناس تعيسة ومش راضيين عن حياتهم ونفسهم. والأحلى إن الدين سبق العلم كالعادة. ما تغتابش حد لأنه مش مجرد ذنب، ده أنت بتشوه قلبك ونظرتك لنفسك. فبدل ما تنتقد جرب تمدح أو ادعي له أو تسكت، لأن ببساطة عقلك زي الكاميرا، كل اللي هتقوله هيصوره وهيحتفظ بيه كصورة لنفسك. وسؤالي ليك، المرة الجاية لما تتكلم فيها عن حد تحب عقلك يصورك ازاي؟ كشخص محترم وكريم وصادق ولا العكس؟ يومكم جميل.